الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل صلصه. الطماطم ديت انا لقيتها فاضله عندي، يعني بقالها يومين عندي فجبت عليها جديد. هعملها صلصه، بخاف ان هي تبوظ فبقول بدل ما تبوظ اعملها صلصه واشيلها في الفريزر. هقطعها وارجع اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي يا جماعه احنا حطينا على النار، هنوطي عليها خالص، هنسيبها هي لوحدها ان شاء الله باذن الله هتنزل الميه بتاعتها، ولما تنزل الميه هوريكم ان شاء الله هي ايه اللي هيحصل بالظبط. جنب الصلصه ان شاء الله باذن الله هنعمل فطار. الفطار النهارده هيبقى بتنجان باذن الله وبطاطس محمره. هوريكم هنخلي البتنجان ازاي وهتشوفوا ان شاء الله ايه اللي هيحصل باذن الله. خليكم معايا يا حبايبي. انا برضو دلوقتي يا جماعه احنا عاملين البتنجان بالزيت، ودي هريسة انا عاملاها. بجيب الفلفل احمر شطة وبفرمه في الكبة. ما عندكش كبة مش مشكلة، تعمليه في الخلاط مع زيت مع خل مع حبة ملح. بعد ما يتفرم بحطه في الفريزر عشان ما يبص، وبحطه في الفريزر عشان ايه ما يبص، عشان محدش يجي يقول لي لا انت ما قلتيش كده. انا بعمله وبحطه في الفريزر عشان ما يبص. نيجي بقى للخلطة بتاعت الثوم. الهريسة، توم مفروم، ليمونة وحبة خل. هتشوفوا دلوقتي معايا انا هعمل ايه. طبعا معايا المساعد بتاعي ربنا يبارك له معاذ اهو. ادي معلقة توم هرسنا برضه. احنا بنهرس التوم في الكبة، ما عندكش كبة بتعمليه في برضه في الخلاط وبتشيليه. بعمله انا بقشره، بعمله بحطه في الخلاط مع زيت مع خل مع حبة ملح، بحطه في برطمانات وبحطه في الفريزر برضه بيفضل معايا مستني السلق. ومعايا معلقة هريسة هتسيبيها 5 دقايق هتفك على طول. حطي معاها معلقة خل، معلقة خل صغيرة، عصرة ليمونة، متقلقوش انا هشيل البذر. طبعا يا حبايبي انا بعمل اسهل حاجة وبعمل الحاجات اللي على قد الايد، عشان طبعا انتوا عارفين دلوقتي الدنيا بقت غلا والحاجة غالية جدا. فاحنا لازم ستات البيوت الشاطرة لازم تدبر وتوفر وتعمل اكل ان يتاكل ماشي، وفي نفس الوقت مش مكلف. اديني حطيت كده ماشي. هنجيب معلقة ملح، نقلب ده كله. طبعا احنا دلوقتي الظهر جدا، يا رب من كل مكان يشفي كل مريض، يا رب يغفرها معاكم وكل كل واحد يا رب. هنحشي بقى يا جماعة. ادي البتنجان اهي بفتح قلبها احشيها ماشي يا حبايبي. ادي كده زي ما حضرتك شايفين كده خلصناها. حشينا كده، بصوا المنظر. الباقي ده على الوش كده. مش بنرمي حاجة يا جماعة، الدنيا بقت غلا دلوقتي، محدش يقول لأ ده احنا كفاية كده والكلام من ده. لأ، أي حاجة يا جماعة يا ريت تعملوها وتوفروا. وادي بتنجان شكله بعد ما اتعمل وبألف هنا وشفا.
زي ما حضراتكم شايفين كده انا عملتها، وطبعا طلعت ميه وكش زي ما حضراتكم كده. احنا نسيبها حوالي على نار هادية نص ساعة، وبعد نص ساعة بعد ما نطلع مية والكش كده ندفع عليها ونسيبها تبرد، ونرجع لكم ان شاء الله تاني. وده يا ولاد الفطار بتاعنا على قدنا الحمد لله، والشكر لله على النعمة بتاعته. فطار بطاطس محمرة، فول بالبيض، طعمية، وبتنجان مخلل. وتعالوا كلوا معانا بقى، وألف هنا وشفا على اللي هياكلوا. رجعنا لكم تاني، وبعد ما وريتكم إن الصلصة أو الطماطم حطيناها على النار ودبلت وطلعت ميتها، خدناها زي ما شايفين كده. هنعملها بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر برضك ما تقلقيش، في الخلاط وتفرميها. ودلوقتي هنحطها في اكياس وعلى الفريزر. نحطها على الفريزر ماشي، وقت ما نحتاجها ان شاء الله باذن الله نطلعها على افضل الصلاة والسلام. هنطلعها وعلى التقلية على طول. دي اسهل حاجة ليكم، جميلة جدا. بتسهل عليكم حاجات كتيرة، تطلعيها وتروحي عاملاها على طول. دلوقتي هنعمل الغدا بتاعنا برضك حاجة على قد الإيد، مكرونة محمرة إن شاء الله بإذن الله. جبت كيس مكرونة ومعلقتين زيت، وزي ما انتم شايفين كده بحمرها، موطية النار قوي قوي عشان تتحمر براحتها وما تتحرقش. زي ما انتم شايفين احمرت كده. كوباية صلصة من اللي احنا لسه عاملينها هنحطها عليها ونقلب. ونسقيها بشوربة، عندك شوربة اسقيها بيها، ما عندك الشوربة ممكن مية ومرقة دجاج. وهسقيها وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده سقيتها بالشوربة، وهظبط لها الملح بتاعها وهسيبها تغلي. وبعد ما تغلي وتتشرب هنوطي عليها زي الرز عشان تطلع مكرونة محمرة مفلفلة. عايزينها بشوربة زودوا الشوربة كمان شوية وما توطوش عليها. لما تغلي غلوتين بالظبط نروح طافيين عليها، هتشرب حاجة بسيطة من الشوربة وهتستوي وهتبقى حلوة. هنقدم جنبها بطاطس محمرة. وده غدانا النهاردة ان شاء الله. دي المكرونة عملتها هي زي الرز، هي اللي بيحبوها كده من غير شوربة، وبطاطس وسلطة. وده الأكل الباقي بتاع امبارح، السمك وبقية الرز. وألف هنا على قلوب اللي هياكل، وتعالوا كلوا معانا. شكرا على الإطالة.